السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة مطبخ رقية. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. اليوم مع اقتراح جديد ووصفة جديدة، وكنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. دائما وصفات اقتصادية وفي المتناول. اليوم غنشارك معكم هاد الكيكة طبقات أو تحلية اقتصادية، وأهم حاجة لذيذة بزاف بزاف. تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا المراحل ديال التحضير، وبطبيعة الحال مقادير ديال التحضير. وإلا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم اي جديد حطيته في القناه. وما تنساوش لي لايك وتعليق بطبيعه الحال للتحفيز ان شاء الله. اول حاجه غنبدا بها، غادي نجيب هذا المول اللي كيكون ديال الزاج، غادي ندهنو بشويه ديال الزيت على هذا الشكل، ندهنو مزيان مزيان، وغادي نرشو بالدقيق ونخليه على جنب بين ما نحضر ان شاء الله الكيك. بالنسبه للكيك ديالنا غادي نحتاجو البيض، غادي نحتاجو واحد البيضه. البيض يكون على درجه حراره المطبخ. عندي هنا كاس مع مرش ديال سكر سنيده، كيسان دائما ديال العنبه، وقبيصه ديال الملحه. كنخلطو مزيان غير بهذا الطراب اليدوي حتى كتخلط لينا سنيده، وكنحس بها يعني بدات كتذوب لينا واحد شويه. صافي كما على هذا الشكل كتشوفوا. ومن بعد غادي نضيف يعني عليه نص كاس ديال الزيت العنبه، الزيت النباتيه، وكنخلطوه بنفس الطريقه حتى كتدخل لينا الزيت مع الخليط. ومن بعد غادي نضيفوا الحليب. بالنسبه للحليب ضفت كاس مع مرش ديال الحليب، دائما القياسات ديال العنبه. وفي الاخير غادي نضيفوا الدقيق. بالنسبه للدقيق انا ضفت تقريبا يعني، ودائما كما كنقول لكم الدقيق كيبقى على حسب النوعيه ديالو وعلى حسب يعني الامتصاص ديالو. ضفت كاس وربع ديال الدقيق الفورص، واحد المعلقه ديال الكاكاو، وضفت معلقه صغيره ديال الخميره كيميائيه. ودائما بهذا الطراب اليدوي كنخلطوا الدقيق مع الخليط ديالنا حتى كنحصلوا على قوام ديال الكيك عادي، يعني ما كيكون ثقيل ما كيكون خفيف. هذا هو القوام اللي يعني خاصكم تحصلوا عليه. صافي كنجيبوا المول ديالنا اللي سبق لينا ودهناه، غادي نخويو الخليط ديالنا في المول. وانا راه مسخنه الفران على 180 درجه، شعله غير من التحت حتى كيطيب لينا الكيك ديالنا. وكنشعلو من الفوق، يعني ماشي تا كيتحمر، يعني غير كنشوفو هكا بدا كيتشمع. صافي وكنحيدوها. من بعد ما خرجت الكيكه ديالي على هذا الشكل وهي باقا سخونه، جبت واحد الكاس ديال الحليب. صافي كنخويه مباشره، والكيكه يلا خرجتها من الفران يعني باقا سخونه. كنحاول هكا نوزع الحليب كامل على الكيك ديالي. صافي كنحطها على جنب، وغادي ندوزو باش نحضروا يعني الطبقه الثانيه اللي كتحتوي على نصف لتر ديال الحليب. ودرت هذا الفلون ديال الكراميل. الا كنتو غديروا داك الفلون اللي ما كيكونش يعني فيه السكر، ضيفوا السكر. ودرت هكا يعني 3 د المعالق تقريبا ديال النشا ممسوحين. المعالق راه ما عمرتهمش، راه وريتكم يعني كيفاش، يعني ما عمرتهمش بزاف حيتاش بغيت انا نحصل على واحد القوام ديال الكريمه تكون كريميه ما تكونش عاقده. صافي كنخلطوا كلشي على البارد، ومن بعد كنضيفوا تقريبا 10 د القطع ديال هذا البسكوي. يعني اي بسكوي نتوما كيعجبكم. حاولت هكا يعني غير نقطعو على هذا الشكل ونفرتتو على هذا الشكل. صافي وكنردو على نار اللي كتكون مهيله، وهو مع الحراره راه يعني كيذوب لينا البسكوي. صافي وكنبقى نحرك، وانا يعني شاعله البوطه على نار اللي كتكون مهيله، ودائما مع التحريك المستمر حتى كنحصلوا على قوام ديال كريمي ما كيكونش عاقد بزاف في الاول. وكنحسوا بداك البسكوي يعني صافي داب لينا، ومباشره كنزولوه من على البوطه وكنخويوه من الفوق ديال الكيك ديالنا مباشره على هذا الشكل. وحاولوا يعني تسرعوا العمليه دغيا دغيا حيتاش باش ما جلسات الكريمه وهي كتعقد. صافي كنحاولوا نوزعوها على هذا الشكل، ومن بعد كندخلوها للثلاجه ونخليوها تشد فراسها تماما. ومن بعد غادي ندوزو باش نحضروا الطبقه الثالثه. وبالنسبه للطبقه الثالثه راه غتكون عباره عن كلاصاج.
صافي ليسيتها مزيان مزيان، ودابا غادي ندخلها للثلاجه حتى كتبرد، وغادي ندوزو باش نحضروا السيرو اللي غنديرو من الفوق اولا الطبقه الثالثه. عندي تقريبا ربع كاس ديال سكر سنيده، ربع كاس ديال الحليب، تقريبا 2 معالق كبار ديال بودره الكاكاو. كنخلطوا كلشي هكا على البارد، ومن بعد كنردوا الخليط ديالنا على نار اللي كتكون مهيله دائما مع التحريك المستمر حتى كنحصلوا على واحد الكلاصاج اولا واحد الطبقه يعني اللي كتكون هكا على هذا الشكل. ضروري تخليوه هكا يعني حتى كتطلع مع الغليه باش تعرفوا بان الكلاصاج ديالكم يعني نجح لكم. ومن بعد غادي نضيفوا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده في الاخير، يعني من بعد ما نكون قربت نطفي على الكلاصاج ديالي على هذا الشكل. يمكن لكم تضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال النشا باش تحصلوا على الكلاصاج اللي كيكون عاقد. انا ما درتهاش، بغيت انا هاد الكلاصاج يعني يكون هكا يعني خفيف. من بعد ما يعني طفيت عليه مباشره غادي نصفيه باش نحيد منه هذوك الشوائب اللي كيكونوا هكا في الكاكاو اولا يعني في الخليط كامل. صافي كنخليوه هكا حتى كيبرد واحد شويه، وكنرجعوا للكيك ديالنا من بعد ما بردات والكلاصاج حتى هو يعني دفا واحد شويه. صافي كنخويوه هكا من الفوق ونحاولوا نوزعوه كامل يعني على الجوانب ديال الكيك والسطح ديال الكيك، ونرجعوها للثلاجه نخليوها تبرد واحد شويه، وكنرجع لكم باش نقدمها لكم بعد ما بردات ويعني وتمسك ليا الكلاصاج واحد شويه. كما قلت لكم الا بغيتو يجيكم هذا الكلاصاج يعني عاقد واحد شويه، ضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال النشا اولا ضيفوا واحد الفلون شينوا. انا بغيت هكا يعني يكون خفيف هذا الكلاصاج على هذا الشكل. من بعد ما بردات كنقطعها معكم باش تشوفوها كي كتجي من الداخل. كما لاحظتوا ما فيهاش بزاف ديال المكونات وسهله، واهم حاجه راه كتجي لذيذه بزاف بزاف. كما لاحظتوا يعني الشكل ديالها من الداخل يعني راه كتجي لذيذه وكتجي يعني الكيك ديالنا مسقي مزيان بداك الحليب اللي ضفناه وهذا الكلاصاج حتى هو يعني كيكه بامتياز اولا تحليه بامتياز. غير جربوها، وكنتمنى يعجبكم الاقتراح ديال اليوم وتفاعلوا معاه الا كان عجبكم. وما تنساونيش من لي لايك وتبارطاجيو الفيديو باش ان شاء الله يكبر المحتوى وتكبر القناه. علاش لا؟ دابا خليتكم في امان الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله. بسلام عليكم.